دونها الرقاب يعني. طيب أنا خليني أحكي لحضرتك على اجتماع حصل في رابعة العدوية، وكان مجتمع فيه كل التحالف الوطني وطبعا الإخوان المسلمين موجودين. فالكلام كان واضح جدا ساعتها، احنا جماعة دعوية، هناك انقلاب قوي هيرقى لأحداث الخمسينات والستينات والقمع الشديد اللي حصل فيهم. فاحنا أمام خيار تاريخي، إما إن احنا ننزوي ونعيد ترتيب صفوفنا والى اخره، وتاخد الحركه بقى 10 20 سنه 30 سنه ايا ما كان، وتاخد مصر برضو نفس المده، وتاخد مصر نفس المده، الى ان احنا نعيد ترتيبنا وبعد كده ندخل بقى جوه اي اطار من الاطر، او زي زمان، او نواجه. اه وكان القرار بالاجماع، وانا كنت حاضر هذا الاجتماع، ان احنا هنواجه. طب احنا عارفين مغبة هذا الموضوع او تبعات هذا الموضوع؟ عارفين، كقوة وطنية كلها موجودة في هذا المكان. يا جماعة الكلام ده هيبقى فيها اعتقالات وهيبقى فيها قتل وهيبقى فيها لان الناس داخلة كانقلابيين او قادة الجيش والشرطة داخلة بمنتهى. نقول نريد ان نلقى الله وليس في رقبتنا دم امرئ مسلم، ولذلك نقول لن نشارك. هيقولوا لنا مش هتاخدوا حاجه بعد كده، لو الاخوان كسبوا هيضيعوكم، ولو جبهه التمرد كسبت هيضيعوكم. نحن نقول لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله. نرضى بالله عز وجل ربا كافيا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.